حبايبنا طلاب الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير باذن الله. النهارده احنا هنبدا كورس التاسيس الخاص بينا. الكورس ده هيكون متقسم لشويه اجزاء، اتمنى بس تكون مطول بالك معانا في البلاي ليست دي. الجزئيات اللي احنا هنتكلم عنها هتكون شامله كل الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها خلال المجال الدراسي بتاعك في السنه كلها. احنا عندنا في الموضوع بتاع الفيزيكس هنتكلم على ازاي نحل مسائل الفيزيكس من الاول. الناس اللي ما كانتش بتاخد درس في تانية ثانوي بشكل كويس جدا ومش فاهمه التفاصيل قوي ومش عارفه تتعامل ازاي مع المسائل، البلاي ليست دي هتظبط لك الدنيا ان شاء الله. اول حاجه يا جماعه عايزين نتكلم مع بعضينا فيها هي ازاي بنتعامل مع مسائل الفيزيكس بشكل عام. اولا كده يا جماعه، الفيزيكس هي ماده يعني ماده بتدرس الطبيعه، ماده بتدرس الطبيعه. احنا علشان خاطر نكسبرس اي حاجه او نعبر عن اي حاجه في الدنيا لازم واحنا بندرس الحاجه دي نكون عارفين بشكل او باخر التفاصيل بتاعتها، نبقى عارفين هي بتتكلم عن ايه. احنا اكتر حاجه فيجواليزد بالنسبه لنا او مرئيه بالنسبه لنا كبشر هي ان احنا نتعامل بالارقام. لو انت عندك مثلا موبايل وموبايل تاني وجيت تقارن ما بينهم، الموبايلين دول علشان خاطر تعرف مين فيهم فيه فيتشرز احسن، فيه مميزات احسن والكلام ده، بتبدا تمسك الكاميرا مثلا وتقارن ما بين الاثنين. تقول مثلا ان كاميرا ده مثلا كذا ميجا بكسل 12 مثلا وده 48 ميجا بكسل، فانت كده بتبين من الرقم بدات تفهم مين احسن من مين. فاحنا بالظبط علشان نعبر عن اي صفه من الصفات اللي موجوده عندنا في الطبيعه لازم نلجا للفيزياء. الفيزياء عندنا بقى بتقدر تساعدنا بكل الحاجات دي. طيب هنتكلم عن ايه؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه احنا هنعمل ديل مع بعض قبل ما نبدا الشرح خالص. هنتفق اتفاق مع بعض. الاتفاق كالتالي: ايه الطرق اللي انا كطالب مطالب ان انا اعرفها علشان اقدر اتعامل مع كورس الفيزيكس ده بالتفصيل؟ اول حاجه الفيزيكس عندنا بتتحل باربع طرق. الاربع طرق دول انت مش هتلاقي ماده مش هتلاقي حاجه في الفيزيكس اصلا بتتحل بطريقه تانية غير الاربع طرق دول. عايزك بقى تبدا تعد معايا ايه هي الطرق الاربعه اللي احنا بنتعامل بيهم في الفيزيكس. بص يا سيدي، صلى على النبي. اول حاجه خالص بنتعامل فيها في مسائل الفيزيكس رقم واحد خالص هي مسائل الميل. مسائل الميل او مسائل الاسلوب، الطلاب اللي بتتعامل معانا من السنه اللي فاتت سواء كان سنتر او منصه عارفين ومتاكدين وفاهمين كويس جدا يعني ايه الميل، واحنا كنا ازاي بنركز على مسائل الاسلوب والميل ده وطرق الايجاد بتاعته. وطبعا احنا دي هنستفيد بفيديو كامل منفصل عنها في قلب البلاي ليست دي. تمام؟ يبقى اول حاجه خالص بنتكلم عنها هي الميل او الاسلوب. تمام؟ طيب تاني حاجه بندرس بيها او بنعرف نحل بيها مسائل الفيزيكس هي مسائل التعويض. مسائل التعويض، احنا عندنا يا جماعه التعويض بيكون بطريقتين، في طريقه تعويض مباشره وفي طريقه تعويض غير مباشره. كل توبيك من التوبكس دي هنبدا نتعلمه بالتفصيل. تمام؟ طيب احنا عموما هنبدا برقم 2، ماشي؟ فركز معايا بس كويس. رقم 3 مسائل النسب. مسائل ايه؟ النسب. احنا عندنا مسائل النسب يعتبر تلت الامتحان بتاعك او تلت الواجبات بشكل عام بتكون خاصه بالنسب. تلت الامتحان بدون مبالغه بتكون عباره عن نسب بس. النسب دي بقى بانواعها برضو هنمسك لها موضوع على بعضه، هي والكيرفات دلوقتي حالا برضو في بلاي ليست ان شاء الله. تمام؟ في قلب فيديو برضو. طيب تمام، عندنا الحاجه الرابعه ودي الحاجه الاخيره. يبقى اول حاجه اتكلمنا عن الميل او السلوب، وتاني حاجه بنتكلم عن التعويض، وتالت حاجه بنتكلم عن النسب، واخر حاجه خالص يا جماعه بتتكلم عليها هي العلاقات. وعندنا كمان حاجه تانية غير العلاقات. العلاقات دي طبعا هتشمل النسب معاها بعد شويه. طيب بسم الله نبدا كده بالراحه نفهم مع بعض ايه هو موضوع التعويض ده. ده بالنسبه لنا التوبيك الاول اللي هنتكلم فيه في موضوع التعويض. هندمج معانا في موضوع التعويض ده ازاي نحل، ازاي نتعامل مع المساله بشكل رياضي وبياني. طيب اول حاجه خالص عايزين نفهمها مع بعضينا ازاي انا اتعامل مع مسائل التعويض. انا عندي مسائل التعويض يا جماعه نوعين. النوع الاول من مسائل التعويض هو التعويض المباشر، والنوع الثاني من التعويض هو التعويض الغير مباشر. طيب المسائل بتاعه التعويض المباشر والتعويض الغير مباشر احنا بقالنا فتره طويله جدا بنشوف المسائل بتاعه التعويض المباشر دي بتيجي في الامتحان. مسائل الفيزيكس على اخر سنتين بقت بيجي لها تعويض عادي جدا، مفيش مشكله خالص. طيب ازاي نقدر نعوض بمساله
بشكل مباشر. تعالى نديلك قانون من ضمن القوانين البسيطه اللي انت كنت بتاخدها في المنهج بتاع تانية ثانوي. احنا عندنا السرعه v بتساوي مسافه على زمن، الدي بتساوي في على تي. طيب عندي بس التوبيك مهمه عايزين نتفق عليه، ده يا جماعه زي ما اتفقنا البارت الاول او الجزئيه الاولى اللي احنا بنتكلم فيها عن طرق التعامل مع مسائل الفيزياء. اول موضوع عندنا زي ما اتفقنا هو موضوع التعويض، والنوع الاول من التعويض هو التعويض المباشر. التعويض المباشر عندنا طريقته بسيطه جدا، في ناس بتلتزم بطريقتين، انا مؤيد للطريقتين، مش بعترض على اي طريقه منهم، المهم في النهايه ان انت تطلع لي نتيجه كويسه ونتيجه صحيحه. طيب ايه اللي احنا بنعمله؟ صلى على النبي. اول حاجه خالص الطريقه الاولى هو ان انت بتتعامل بدماغك. انا مثلا طلبت منك الدي اللي هي المسافه، انا علشان احسب المسافه قاعده حطها في دماغك، دايما الحاجه اللي بنحتاجها بنخليها في طرف لوحدها. يعني مثلا انا عشان اخلي الديستنس او المسافه في طرف لوحدها هضرب مقص، يبقى الديستنس بتساوي في في تي، ده الطريقه الاولى. يبقى انا لازم اخلي الحاجه اللي انا عايزها في طرف لوحدها. طبعا انا هصعب لك المستوى بعد شويه، احنا كده بنجيب بس حاجه بسيطه. لو كان الراجل في المساله دي كان مديني السرعه مثلا ب10 ومديني الزمن ب2 مثلا، فانا بعد ما اضربهم في بعض هيديني 2 في 10 يطلع 20 متر. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه في ناس بتحب تحل بمساله الشيفت سولف. مساله الشيفت سولف دي هبقى احط لك اللينك بتاع الفيديو اللي احنا عملناه عن ازاي تحل اي مساله عموما بالاله، هبقى احط لك اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ان شاء الله. تمام؟ طيب ايه بقى الطريقه؟ هقول لك. حضرتك بترسم على الاله شيفت سولف كامل. الطريقه زي ما اتفقنا في الفيديو، بندوس الفا كالك فبتجيب لك علامه ايكوال، علامه يساوي. تبدا تحط بقى مكان السرعه هنا كده، تمام، اللي هي مكتوبه ب10، نيجي كاتبين 10. مكان المسافه بنكتب اكس، مكان الزمن بنكتب 2. بتدوس شيفت سولف او شيفت كالك، بتبدا نطلع لك ان الاكس دي ب20 متر. انا مؤيد للاثنين، انا ما اعترضتش على الاثنين. في الناس اللي هم علم رياضه بيحبوا يتعاملوا بالشيفت سولف، وعلى فكره انت برضو كطالب سواء كنت علم رياضه او علم علوم انت محتاج تتعلم الشيفت سولف برضه، والشيفت سولف ده يعتبر واحد من اجمد الطرق اللي بتخليك تحل بشكل سريع جدا، فانت لازم تتعلمها، طيب لو احنا حبينا نخلي المباشر اصعب، يعني احنا لسه كل ده ما اتكلمناش عن غير المباشر، احنا هنتكلم عن المباشر ولكن بشكل ديتيل شويه. طيب نمسح الغير مباشر ده دلوقتي، نخلينا في التعويض المباشر الاول. طيب ايه هو التعويض المباشر؟ صلي على النبي. احنا عندنا مثلا في قانون في المنهج بيقول R بتساوي رو اي ال على ايه. مش مهم عندي الرموز قد ما هو مهم عندي انك تعرف تتعامل مع المساله بس. مش مهم الرمز بتاع ال ده ايه، ومش مهم الايه، ومش مهم الحاجات دي خالص دلوقتي، اركنها على جنب. انا عايزك تتعلم تخلي الحاجه في طرف لوحدها. انا مثلا رحت مديلك في المساله، مديلك المساحه دي مثلا ب5، تمام، ورحت مديلك الار اللي هي المقاومه دي مثلا ب6 على سبيل المثال، ومديلك الطول ده مثلا ب2 مثلا، ورحت قلت لك احسب لي الرو اي. في هنا بقى يبدا الشغل بقى الذكي. حضرتك كنت متعود معايا من شويه، كنا لسه متفقين الحاجه اللي احنا بنحتاجها بنخليها في طرف لوحدها. طيب ازاي اخليها بقى في طرف لوحدها؟ تعال يا سيدي. اول حاجه خالص انا عشان اخلي الرو اي في طرف لوحدها زي ما اتفقنا بنضرب مقص عشان اخليها في طرف لوحدها. لما اضرب مقص بالشكل ده هيبقى رو اي اللي بتساوي ار في ايه. القاعده الثانيه في تعليم المسائل اللي انت بتحلها، احنا قلنا اول طريقه هو انك تخليها في طرف لوحدها. طب افرض كان مضروب فيها حاجه ثانيه، يعني دي مضروب فيها ال، صح؟ يعني رو اي مضروبه في ال. دايما المضروب بتاخده مقسوم، يعني بتاخده تحت. دايما الحاجه اللي انت عايزها في طرف لوحدها بتقسم على اللي جنبها. يعني انا عندي الرو اي في طرف لوحدها، فالرو اي بتساوي ار في ايه على ال. ار في ايه على ايه؟ على ال. طيب احنا متفقين ان الار بكام؟ ب6 والايه ب5 على ال مديها لك ب2، فتطلع الاجابه كلها 15. وحده القياس مهمه. طيب الطريقه الثانيه زي ما اتفقنا شيفت سولف، بتيجي كاتب هنا الرقم الار، بتيجي كاتب مكانه 6 بتساوي مكان الرو اي بحط اكس، مكان ال بحط 2، وتحت خالص بحط كام؟ 5. يبقى 2x على 5 بتساوي كام؟ 6. كده انت حليت المساله. طيب نطلع بسن اصعب شويه. طيب ايه الحاجه الاصعب من كده؟
صلي على النبي. عندنا قانون كمان محتاجين نتكلم عنه بشيء من التفصيل. القانون ده هو قانون فيه جمع وطرح. القانون ده فيه جمع وطرح. لو انا حبيت اخلي حاجه في طرف لوحدها اقدر اتعامل معاها ازاي؟ بص يا سيدي، لو انا عندي الفي بتساوي في بي ماينس او ناقص اي في ار، اقدر اتعامل مع قانون زي ده ازاي؟ تعال بقى نركز مع بعض. لو انا طلبت من حضرتك مثلا واديتك انا الارقام من عندي كده، يعني مثلا اديتك ده ب2 واديتك ده مثلا ب6 واديتك ده مثلا ب1، تمام؟ وبقول لحضرتك احسب لي الاي، احسب لي الاي. اتعلم بقى الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم. اول حاجه اللي الحاجه اللي انت محتاجها بتخليها في طرف لوحدها، والحاجه دي لو مضروب فيها حاجه ثانيه بتاخدها تقسمها عليها. عظيم جدا. طيب انا عشان اجيب التيار، مبدئيا التيار هنا قدامه سالب اي ار، فانا ممكن اعمل حركه لطيفه جدا. انا ممكن اودي ده بالسالب هناك فيبقى بالموجب. تقول لي طب ثانيه يا مستر، انا كده لو وديته بالموجب هناك الجنب الثاني هيبقى هو والفي، يعني حاجتين. برافو عليك، انت لسه متفق معايا ان الحاجات دي المفترض ان ما بيكونش فيه معاها حاجه، لازم تكون في طرف لوحدها. لا، ما هو بقى انا هقول لك على حاجه، احنا هنطلع دي كده وندخل الفي جوه. طيب يبقى احنا بنقول اي ار بتساوي في بي ماينس، ما انا دي هدخلها بالسالب، ناقص في. بس يبقى انا عشان محتاج الاي هقول في بي ناقص في على ار سمول. لو جيت عملت الكلام ده بقى هبص الفي بي بكام؟ هو مديها ب6 ناقص الفي ب2 على 1 هتطلع ب3. اتفقنا كده؟ طيب الشاطر بقى انا هعمل واحده وهسيب لك الفيديو بالظبط 5 ثواني توقف الفيديو وانت اللي تحلها. اتفقنا؟ هي مستواها اصعب شويه. طيب انا عندي الكاينتيك بتساوي اتش نيو ماينس اي دبليو. عايزك بقى توقف الفيديو وتخلي لي النيو في طرف لوحدها. شايف النيو دي اللي عليها علامه استفهام دي؟ خليها في طرف لوحدها. هدي لك ده مثلا برقم، انا هدي لك ده برقم اهو، وهدي لك ده برقم. اعتبر ان الارقام دي موجوده وانا طالب منك تحسب لي النيو تخليها في طرف لوحدها. وقف الفيديو بقى وابدا حلها. طيب لو انت وقفت الفيديو وحليت الاجابه فلازم الاجابه تطلع معاك زي ما انا هحلها دلوقتي حالا كده. اول خطوه احنا عايزين نخلي ده في طرف، صح؟ فانا هاخد النيجاتيف اي دبليو دي، السالب اي دبليو دي بالموجب، يبقى اتش في نيو بتساوي كاينتيك القديمه، هاخد ده بالموجب معاه، هقول بلس موجب اي دبليو. تمام؟ احنا اتفقنا ان احنا عايزين النيو، فانا اللي انا بحتاجه بخليه في طرف لوحده، بقسم على الايه؟ بقسم على اللي جنبه. فالنيو بتساوي طاقه الحركه زائد الاي دبليو على اتش. برافو عليك، لو انت طلعتها كده فانت ممتاز جدا. برافو عليك ان انت وصلت لحد الجزئيه دي. طيب انت مستر واخد بالي ان انت عمال تجيب القوانين دي من دماغك، هو انا كطالب بقى هجيب القوانين دي منين؟ بص يا سيدي، صلى على النبي. قبل ما ندخل على حته التعويض الغير مباشر برضه، احنا عندنا موضوع ان انت تتعلم القوانين دي. القوانين دي مفيش اسهل منها، يعني قوانين الفيزيكس بالنسبه لي انا هي اسهل مشكله في الفيزياء. احنا عندنا الموضوعات عموما او المشاكل اللي احنا بنتعامل معاها عموما بتكمن في ايه؟ صلى على النبي. في قوانين اساسيه زي القوانين دي. بص كده، انا يعتبر مجمع لك القوانين اللي انت هتحتاجها كلها في البورد اللي ورايا دي. اولا علشان نقدر نتعامل مع القوانين بما اننا دخلنا في حته التعويض المباشر والغير المباشر، اول حاجه خلاص عايزين نتكلم عنها في التعويض المباشر والغير المباشر. بسم الله كده، لو عايزين نفهم مع بعض ايه القوانين اللي انا محتاجها. بصوا يا جماعه علشان تبقوا فاهمين، احنا زي ما اتفقنا في الفيزياء بنتعامل مع حاجات موجوده في حياتنا، صح؟ والحاجات دي بنقيسها. الحاجات اللي احنا بنقيسها دي متقسمه 3 كاتيجوريز، 3 تصنيفات. تصنيف احادي البعد، وده بنحسب له حاجه اسمها المحيط، وحاجه ثنائيه البعد زي الورقه ليها طول وعرض، بغض النظر على ان الورقه ليها سمك كمان، يعني ليها سمك، فبالتالي هي 3 ابعاد مش بعدين بس. فانت بس عشان تبقى فاهم التعاملات كلها بتكون 3 تصنيفات. التصنيف الاول بيكون احادي البعد وده اسمه المحيط، والثنائي البعد او ال2 دايمنشن يعني ده بيتقال عليه ثنائي البعد، والحاجه اللي هي ثلاثيه الابعاد
هدي لك مثال وانت بنفسك اللي هتقول. لما اجي اتعامل مع الكوره او الاسطوانه، مفيش حاجه اسمها محيط الاسطوانه. يعني الاسطوانه ملهاش محيط، ممكن محيط الدايره بتاعت الاسطوانه، لكن الاسطوانه ككل ما ينفعش تقول لها محيط. ليه؟ لان الاسطوانه دي حجم ثلاثيه الابعاد، اتفقنا؟ وهكذا المكعب، تمام؟ المكعب، حجم المكعب، ما بنقولش محيط المكعب، بنقول حجم المكعب. يبقى اي حاجه دايما ثلاثيه الابعاد، تمام، بتكون في المجسمات. الحاجه المجسمه اللي هي ليها طول وعرض وارتفاع. الحاجه اللي ليها طول وعرض بس بيتقال عليها ثنائيه البعد، والحاجه اللي هي احاديه البعد زي ما اتفقنا. طيب فانا احادي البعد بالنسبه لي هو الايه؟ هو المحيط. عندي كم شكل هندسي في المحيط؟ عندي المربع 4L اللي هو مجموع اطوال اضلاعه، طول الضلع الاول في زائد الثاني زائد الثالث زائد الربع، كلهم زي بعض فبنقول 4L. عندك المستطيل الطول زائد العرض في 2، انا كاتبهم لك. مساحه محيط المثلث مجموع اطوال اضلاع، هو 3 اضلاع بنجمع الثلاث اضلاع. امال الدايره وهي الاشهر في المسائل كلها، محيط الدايره 2 باي ار. اتفقنا كده؟ طيب المساحه، ودي تعتبر ثنائيه البعد، المساحه طول وعرض. عندك بقى مساحه المربع، ركز معايا، المربع هيتجاب له مساحه تبقى ال تربيع مكتوبه عندك في البورد اهي. عندك بقى المستطيل بيكون الطول في العرض، تمام؟ طيب مساحه المثلث بتكون نص القاعده في الارتفاع، ومساحه الدايره باي ار تربيع. باي ار ايه؟ تربيع. الحجم بقى، بصوا يا جماعه الناس اللي مش عارفه تتخيل موضوع الحجم ده، الحجم ده يا بابا هو عباره عن حاجه موجوده 2D واتكررت. يعني الورقه لوحدها مثلا هنفترض انها مستطيل، ورقه فوق ورقه فوق ورقه فوق ورقه، عملوا متوازي مستطيلات، كذا مستطيل فوق بعض. طيب انا هجيب حجمه منين؟ هقول لك اتعامل مع المستطيل بشكل فردي واضرب في الارتفاع. يعني المستطيل ده كان ايه؟ الطول في العرض زود الارتفاع، يبقى محيطه يبقى حجمه ايه؟ الطول في العرض في الارتفاع. اقول لك على معلومه حلوه، مش هو عباره عن مساحه في ارتفاع، هي الطول في العرض في الارتفاع. طلع الارتفاع من الليله واضرب طول في عرض. طب اقول لك على حاجه، لو انت عندك مربع مثلا، فالمربع طول وطول وطول، طول وطول وطول، فاحنا الطول والطول دول بنقول عليهم مساحه. الطول في نفسه ده مساحه، في طول ثالث يبقى طول الضلع في نفسه فبنقول عليه ال تكعيب. عندك الاسطوانه عباره عن دواير ورا بعض زي القلم ده كده، دايره ورا دايره ورا دايره، فاحنا بناخد مساحه الدايره الواحده اللي هي باي ار تربيع ونضرب في الارتفاع. يا جماعه في فرق ما بين الارتفاع وما بين الطول. الارتفاع راسي، الطول افقي، تمام؟ يعني لما يكون عندي قلم محطوط بالشكل ده اقول مساحه القاعده في الارتفاع، لما يبقى محطوط بالشكل ده اقول مساحه القاعده في الطول. لان احنا عندنا في الفيزياء الكهربيه لما ندخل ان شاء الله في ثالثه ثانوي باذن الله الوحده الاولى بندرس فيها الفيزياء الكهربيه، لما نيجي ندرس بقى الفيزياء الكهربيه هنقول ان احنا عندنا اسلاك الكهرباء بتكون مدوره فبتاخد شكل الاسطوانه او السلك بيكون اسطوانه. فلما بنيجي نجيب حجم السلك بنقول مساحه القاعده او مساحه المقطع او الدايره في الطول، ما بنقولش في الارتفاع، لان الارتفاع ده باعتبار ان السلك واقف كده. اتفقنا او فهمنا الفرق؟ عيد الحته دي تاني في الفيديو علشان تفهمها بالتفصيل. طيب نيجي بقى لاخر حاجه خالص، الكوره، ودي بتساوي 4/3 باي ار تكعيب. لو خدت بالك هتلاقي ان كل مسائل الحجوم تكعيب. تقول لي لا يا مستر ده اول واحد واخر واحد بس، امال الحجم المتوازي ده اللي مش تكعيب؟ لا، ما هو طول ده متر، عرض متر، ارتفاع متر، يبقى كده 3 حاجات. طيب عندك بقى حجم الاسطوانه باي ار تربيع اتش. باي ار تربيع ايه؟ اتش. برضه هتلاقي ار تربيع كده تربيع اهو، واتش كده 3. اتفقنا على القصه دي؟ طيب في قوانين بقى، قوانين مساعده. القوانين المساعده الجزئيه دي بقى عندك ايه؟ السرعه مسافه على زمن، العجله سرعه على زمن، القوه ام في ايه، الوزن ام في جي، طاقه الوضع ام جي اتش، طاقه الحركه نص ام في تربيع، والشغل اف في دي، والكثافه كتله على حجم، والبي اللي هو كميه التحرك اخدناها في ثانيه ثانوي بتساوي ام في. طبعا لو انت اتلخبطت في حاجه من دول هتلاقيني كاتب لك على الجنب اليمين ده كل رمز من دول رمز ايه. يعني مثلا اللي مش عارف ايه هو مثلا البي اي، انا هاجي جاي لك هنا كده واكتب ان البي اي هو طاقه
الوضع، وان الكي اي هي طاقة الحركة. لو حد مش عارف اي رمز تاني، الرو مثلا ده رمز الكثافة، ماشي، الرو اللي هو ده، تمام. البي الكبيرة اسمه البي ال، كمان اسمه كمية التحرك، وهكذا، تمام. ما اعتقدش ان في حاجه تاني مش موجوده. طيب احنا كده فهمنا القصه، امال ايه يا مستر النوع التاني بقى علشان نختم الجزئيه الاولى؟ الجزئيه الاولى في الفيديو احنا مش عايزين نطول عليك فيها، هنشرح لك بس ازاي تتعلم موضوع التعويض ده سواء كان مباشر او غير مباشر. ندخل بقى في الجزئيه الثانيه اللي هي التعويض الغير مباشر، اللي بالمناسبه مش هتعرف تحلها غير لو عدت الجزئيه اللي فاتت دي تاني وبدات تفهم ان في قوانين ينفع تتفكك. بمعنى احنا لسه ذاكرين انا وانت من شويه موضوع الحجم، صح؟ انا وانت من شويه كنا اتكلمنا على موضوع الحجم وقلنا ان في حجم كوره واسطوانه ومكعب ومتوازي مستطيلات. تخيل قانون زي ده، زي قانون الكثافه ده، مش بيقول ان الكثافه بتساوي الكتله على الحجم؟ طيب حلو قوي يا مستر. انا بقى كراجل بيحل في مساله والمساله دي فيها سلك كهرباء مثلا، احنا كده بقى هندخل في ايه؟ هندخل في حته التعويض الغير مباشر. يعني نتكلم في الموضوع الثاني بقى اللي هو تعويض غير مباشر. تعويض غير مباشر. ايه بقى التعويض الغير مباشر؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا معانا يا جماعه سلك كهرباء، سلك كهرباء اهو، سلك الكهرباء ده بيدخل منه او هو مثلا متوصل مع بطاريه، وفي تيار كهربي ماشي بالشكل ده مثلا. التيار الكهربي ماشي من الشكل اللي هو اليمين ده كده. طيب حلو قوي. فماشي كده طالع بيلف هنا، وهنا في مثلا في هنا كده في هنا يا جماعه في لمبه. اول ما المفتاح ده بيتقفل، في مفتاح كهرباء اهو، اول ما المفتاح ده بيتقفل كده اللمبه دي بتبدا تنور. طيب صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي نتعامل مع مساله زي كده؟ ايه هي مستر المساله اصلا؟ وحد الله، لا اله الا الله. ركز معايا يا ولدي عشان الموضوع ده مهم شويه. بسم الله. لو انا طلبت منك تحسب لي مقاومه اللي هي الار، مقاومه السلك، الناس اللي بتحب تفهم كل شيء وتفهم اساسيات الحاجه، الار دي اختصار ريزيستنس، مقاومه. فانا لو حابب احسب مقاومه السلك، مقاومه الايه؟ السلك. طيب المقاومه دي بتساوي رو اي ال على ايه؟ ماشي، عظيم جدا. زي ما اتفقنا انت المفروض انك ما بتحفظش القوانين، انت مش حافظ قوانين دلوقتي خالص، احنا بس عايزين نتعامل ازاي نعوض في المساله. طيب الراجل كان مدي في المساله هنا كده، مدي لك نص القطر. مدي لك ايه؟ نص القطر. الجزئيه دي اللي هي نص القطر ده كان 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. اتفقنا على كده؟ 2 سنتي. طب حلو قوي. ومدي لك الطول ده كله كده كان 20 متر. عظيم. عشان بس تبقى فاهم وما تتلخبطش كتير، الرؤيه دي ثابته، رقم ثابت هديهولك انا في المساله. طيب الرؤيه دي بكام يا مستر؟ يا عم مالكش دعوه، رقم ثابت وخلاص، اعتبرها 10 اس سالب 7 مثلا، رقم من عندي، جدعانه كده. طيب ضرب. تعالى بقى نفهم ازاي واحنا بنعوض في المساله نتعامل معاها. ال ده مين يا مستر؟ لما اجي اقول لك الحاجه اسمها كذا، شوف بقى الجمله المفيده، لما اجي اقول لك الحاجه اسمها كذا انت هتفهم الحاجه دي ايه بالظبط، وبناء عليها تبدا تجيبها من الرسمه. يعني انا لما اقول لك ان ال ده هو طول المسار اللي بتمشي فيه الكهرباء، شفت الجمله؟ طول مسار الكهرباء، يبقى الكهرباء بتمشي من هنا، من اول بدايه السلك لحد نهايه السلك، يبقى دي المنطقه اللي الكهرباء بتمشي فيها. انت عايز تقول ان هي ال20 يعني، برافو عليك. طيب عظيم جدا. مين الايه؟ انا هقول لك وانت اللي هتطلعها، برافو عليك، من الرسمه لوحدك. الايه دي هي عباره عن مساحه المقطع بتاعه السلك اللي الكهرباء بتمشي فيها. طيب هي الكهرباء لما قررت تمشي من هنا، من الجنب ده، دخلت منين؟ دخلت من الحته دي. شايف الحته دي؟ شايفها.
دي الحته المظلله اسود دي المكان اللي الكهرباء دخلت منه. الكهرباء بدات تدخل من السلك، المدخل بتاعه او المنطقه اللي انا قدرت اعدي منها مدوره. علشان كده عيني على طول هتروح على المساحه، ان المساحه مش انا لسه بقول لك مدوره، المساحه في حاله الدايره بتساوي باي ار تربيع. هي دي يا شباب التعويض الغير مباشر، هو ان انا ما اجيبلكش المساحه جاهزه واجيب لك المساحه تفكها بحاجه علشان تقدر تجيبها. يعني اديك نص القطر مثلا، طب لو كنت اديتك القطر كله او الديامتر كله، القطر كله لو انا كنت اديتك القطر كله في المساله، القطر كله على بعضه كنت هتقسمه على 2 عشان تجيب نص القطر اللي هو الار. هنا طبعا في مشكله في التحويل اللي هي السنتي، ودي برضو معمول لها فيديو ان شاء الله دلوقتي حالا هينزل لك برضو بالترتيب. هم حوالي تقريبا 3 أو 4 فيديوهات، كل فيديو منهم صغير جدا مش كبير، يعني هيبقى ايه بشكل خفيف. انا كنت ناوي احطهم في فيديو واحد بس اصريت ان انا احاول اقسمهم علشان انت ما تتعبش يعني. تمام؟ يبقى كده موضوع ان احنا نتعامل مع مسألة فيها تعويض بشكل غير مباشر. طيب هديك مثال تاني ماشي علشان خاطر تفهم الموضوع بشكل أدق. ايه المثال التاني اللي انت عايزه؟ بص يا سيدي صلى على النبي، لو انا مثلا قلت لك ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، الكتلة على الحجم. طيب ثانية واحدة بقى، هو انا بتكلم عن كثافة ايه؟ علشان هتفرق، اصلا انا اخدت 4 حجوم من شوية. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا بما اننا بقى بندرس في منهج الكهرباء، فلو احنا بقى بندرس فيزياء كهربية، فده بالنسبة لي سلك كهرباء، فانا كده بقول كثافة مادة السلك بتساوي 7800 كيلو جرام لكل متر مكعب. شوف انا قلت ايه؟ كثافة مادة السلك، كثافة السلك. يبقى انا لما اجي اجيب كتلة السلك وحجم السلك. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الكتلة كتلة مفيهاش مشاكل خالص. امال المشكلة فين يا مستر؟ في الحجم. الحجم ده بقى فك غير مباشر. برافو عليك، الطالب الشاطر بقى اللي فكر معايا من شويه ودماغه راحت على طول ان هو يقرر انه يفك الحجم. انا عندي الحجم ده بيتفك ايه زي ما اتفقنا؟ مساحه القاعده ضرب الارتفاع. احنا اتفقنا ان المصطلحات دي وارده تتغير. طيب الكتله ما فيهاش مشاكل، لو انا اديتك كتله السلك برقم ما دي ما فيهاش مشاكل. المساحه بقى اخبارها ايه؟ هقول لك. المساحه بتاعت السلك المدور ده مساحته دايره، فيبقى باي ار تربيع. طيب امال ايه الارتفاع او ايه الاتش؟ لا ثانيه واحده بقى، احنا اتفقنا ان كده حاجه وكده حاجه. لو الكهرباء ماشيه افقي يبقى الكلام ده اسمه ال مش اتش. يعني ممكن اقول ال ده لو هو ايه؟ طول افقي. اتش ده لو انت بتتكلم عن ارتفاع. يبقى دي يا جماعه الكاتيجوري او التقسيمه الثانيه الخاصه بمسائل زي ما اتفقنا التعويض الغير مباشر. طيب ممكن نرجع للبي دي اف الاولاني اللي احنا كنا بنشتغل فيه من شويه. البي دي اف ده يا جماعه كان عندنا اول حاجه كده خالص المسائل بتاعه التعاملات الرياضيه، ازاي نتعامل مع المعادلات. طبعا انتوا طبعا يعني انا بتكلم في بديهيات قوي يعني فاهم، احنا داخلين في حته ضيقه جدا. يعني احنا عندنا مثلا معادله زي كده من النوع ده. المعادله دي مثلا على سبيل المثال اللي قدامك دي اكس بتساوي او اكس زائد 5 بتساوي 11، يبقى ال 11 بتساوي 11 ناقص 5 بتساوي اكس، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 6. دي حاجه بسيطه. لما يبقى قدامها معامل بتوصل للمرحله دي وتقسم على الاثنين، يعني بتقول 2 اكس بتساوي 20 يبقى الاكس بتساوي 10 وهكذا. طيب لما يكون عندك فراكشن او كسر زي كده اكس على الاثنين زائد 4 بتساوي ايه؟ 20. والله هنا في طريقتين. الطريقه الاولى انك تضرب في 2. لما اضرب المعادله كلها في 2 دي هتطير، يعني لما اضرب دي في 2 كده هتطير، هيتبقى اكس زائد الاربعه هتضرب كمان في 2 تبقى 8، ال20 كمان في 2 تبقى 40، ودي دي باشاره مخالفه تطلع الاكس ب 32 وهكذا. دي طريقه من الطرق انك تضرب. تمام؟ في طريقه ثانيه انك تودي الاربعه تبقى 16، اضرب مقص تضرب في 2، 16 في 2 برضه ب 32. طيب النوعيه اللي زي كده يا شباب اللي هو زي كده
اول حاجه لازم تركز فيها من النوع ده هي لما يكون عندك حاجه كبيره زي كده، لما يكون في كسر مثلا، والكسر ده موجود فيه اس كمان، او موجود مضروب في رقم بره. يعني مثلا 3 افتح قوس اكس زائد 10 على 5 بتساوي 8 اكس على كام؟ على 20. المساله اللي من النوع ده بتفك اول حاجه القوس وبعدين تضرب مقص. يعني 3 في 5، يعني لو ضربنا 3 في 5 في المساله، بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعيد الجزء ده معلش تاني. انا عندي 3 افتح قوس اكس زائد 10 على 5 بتساوي 8 اكس على 20. اول حاجه خالص اخلص من الرقم اللي قدام الايه القوس. 3 في اكس ب 3 اكس، 3 في 10 ب 30 على 5 بتساوي 8 اكس على 20. هنا بقى ابدا اضرب مقص واجمع المجهول كله في طرف لوحده. دي هتطلع 60 اكس زائد 600 بتساوي 40 اكس. هودي ال 40 هناك تبقى 20 اكس بتساوي 600، بس 600 بالسالب. تمام، يبقى الاكس بتساوي كام؟ سالب 30. سالب ايه؟ سالب 30. عايز اقول لك على معلومه مهمه جدا. في بقى انواع تانية من المعادلات، اسمها ايه يا شباب؟ اسمها المعادلات على حسب الاس. يعني لو انا عندي معادله في مجهول غير لو المعادله في مجهولين، يعني لو معادله في مجهول واحد بس غير لو معادله في مجهولين. طيب احنا عندنا المعادلات زي ما اتفقنا. اول حاجه خالص معادله في مجهول واحد، دي حليناها من شويه. في معادله في مجهولين، مفيش حاجه اسمها معادله في مجهولين، هما معادلتين في مجهولين. تمام، ده النوع الاول والنوع الثاني. في بقى 3 معادلات في 3 مجاهيل، دول ليهم طريقه بيتحلوا بيها في الاله هنقولها حالا دلوقتي. طيب يا جماعه، احنا علشان نتعامل مع المعادلات، احنا هنتعامل مع المعادلات ازاي؟ زي ما اتفقنا من شويه، احنا عندنا المعادلات حسب بقى. يعني في معادله درجه اولى، دي الفيرست كلاس، دي اسهل واحده فيهم، اللي هي بيكون مجهولها اكس. اكس ناقص 2 بتساوي 16، تجيب الاكس. طيب دي اسمها معادله من الدرجه الاولى وفيها كمان مجهول واحد. طيب في النوع الثاني عباره عن معادله من الدرجه الاولى برضو، درجه يا جماعه يعني باور، اس، يعني الاس واحد يعني. طيب بس بيكون فيها بقى مشكلتها انها فيها مجهولين. طيب المجهولين دي بقى نحلها ازاي؟ صلى على النبي. اللي فيها مجهولين دي بتكون مثلا 4x ناقص 5y بتساوي مثلا 12، و 5x مثلا ناقص او زائد 3y بتساوي مثلا 10 او 100، اي حاجه. طيب في الحاله اللي زي دي يا جماعه بنحلها ازاي؟ والله احنا عندنا الاله، هتيجي حضرتك داخل على الاله هتدوس مود 5 1 على الاله، مود 5 1. تمام، مود 5 1. طيب هيظهر لك شكل على الاله، تبدا تملى بقى. هتلاقي في الاله A B C والجدول متقسم كده. تمام يا شباب؟ طيب ايه اللي انا هكتبه هنا وايه اللي هكتبه هنا وايه اللي هكتبه هنا؟ لازم تلاقي الشكل ده. فانت عندك مجهولين، تمام، والسي ده اللي هو الناتج الاخير. طيب معامل الاكس كام؟ فوق 4. طيب معامل الاكس تحت كام؟ 5. طيب معامل الواي سالب 5. معامل الواي موجب 3. طيب معامل السي الاخير خالص هنا 12 وهنا 100. تدوس على الاله ايكوال، هيقول لك اكس بكذا وواي بكذا. خلصت في لحظه واحده، تطلعها على طول. طيب يبقى مود 5 1 دي الاله اللي احنا ايه بنتعامل بيها. طيب عظيم جدا. طيب امال فين المشكله؟ المشكله ان احيانا بتبقى دي متبدله. طيب ازاي متبدله يا مستر؟ صلي على النبي، ولا هتفرق معاك اي حاجه. شايف السالب 5 دي؟ شايف السالب 5؟ اسمع مني كده، لو قلنا سالب 5 واي زائد 4 اكس، ايه يا مستر انت بادئ بالواي ليه؟ ولا يهمني، مش انا بادئ هنا بايه؟ ابدا بالاكس برضه كل مره. الاكس هنا معامله كام؟ 4، وهنا معامله كام؟ 5،
وهنا معامله -5 وهنا معامله 3 وهنا 12 وهنا 100. خلصت. حتى لو اتبدلوا ولا يفرق معاك في المساله خالص نهائي، ولا هيفرق معاك نهائي في المساله، فانت تتعامل معاه بالطريقه دي. تمام؟ يبقى لو المعادله فيها مجهولين تتحل كده. وعلى فكره بقى ما اكثر المسائل اللي في المنهج ممكن نحل بيها بمجهولين. طيب النوع الثاني اللي هي معادله برضه من الدرجه الاولى بس كم مجهول يا باشا؟ 3 مجاهيل. 3 مجاهيل دي بقى هنستخدمها في مسائل الكهربيه مره واحده في المنهج كله في درس كيرشوف. تمام؟ طيب بنعمل ايه بقى في درس كيرشوف؟ بص يا سيدي، بيبقوا 3 معادلات. ادي معادله، ادي الثانيه، ادي الثالثه. طيب ايه هما ال3 معادلات بقى؟ بص يا سيدي، مثلا يعني 5i1 بلس i2 ماينس i3 بيساوي 0. كده كام مجهول؟ 3 i1 و i2 و i3. مثلا اللي بعدها 2i1 ناقص 3i2 زائد i3 مثلا بيساوي 0. خد بقى التركه الجايه دي مني بقى. ايه رايك لو قلت لك 5i2 زائد 2i3 بتساوي 0؟ ايه رايك في المعادله دي؟ لما تدخل على الآلة بقى حل المسألة دي بقى بيبقى ازاي يا سيدي؟ بص يا باشا، بيكون مود 5 2. الجدول اللي بيظهر لك عامل كده A B C D 1 2 3. بيجي لك خانه كده فيها 12 مربع، تبدا تملى بقى. يلا املى بسم الله. شوف بقى، هنا 1 معامله 5 يبقى نحط 5، هنا 1 معامله 2 نحط 2. طبعا احنا ما بنبداش كده في الاله، احنا في الاله بنبدا افقي. طب خلينا زي ما هنعمل في الاله بالظبط، نبدا افقي زي الاله. ال1 معامله 5 ابدا بالترتيب، ال2 معامله 1، ال3 معامله -1، الناتج 0 اللي هو الحد المطلق اللي بعد اللي يساوي. طيب هنا 2 ماشي، هنا -3 ماشي، هنا -1 ماشي، هنا 0. عظيم. طب هنا مفيش ايه ده ينفع؟ ينفع مفيش مشكله. ايه المشكله يعني؟ مفيش يا باشا، مفيش i1. طب i2 ب5، i3 ب2 و0. شكرا على كده. دوس يساوي هيطلع لك الاول والثاني والثالث، الاول بكذا والثاني بكذا وكذا. طبعا زي ما انت كاتب بالترتيب، يعني انت لو بدات باي3 يبقى الناتج الاول اي 3، يبقى انا قلت 1 2 3 يبقى النواتج اللي طالعه اكس واي زد 1 2 3 بالترتيب. فانت ما تلخبطش الترتيب، اهم شيء الترتيب بتاعهم زي ما اتفقنا كده. طيب اخر نوع بقى خالص وده ما بنلجألوش كتير، هو المعادله من الدرجه الثانيه في مجهول 1، اللي هي مثلا اكس تربيع ناقص اكس زائد 2 بتساوي 0. المعادله دي فيها مجهولين، والمجهولين اسمهم اكس، بس واحد تربيع واحد فردي اس واحد، ما فيهوش تربيع. دي بنتعامل معاها ازاي؟ دي بتتحلل. فاكر انت التحليل الفرق بين مربعين؟ كنا بنعمل قوس وقوس ما بينهم مثلا ناقص او مضروبين في قوسين مضروبين في بعض بيساوي 0. بنقول مثلا ايه الاكس دي اكس واكس، الحد الاخير مثلا موجب، الاشارات ايه متشابهه، يبقى الاثنين سالب مثلا. الاثنين دول حصل ضرب مين في مين؟ عددين حصل ضربهم 2 بس جمعوهم مثلا بواحد. طبعا المعادله دي غلط، يعني المفروض 2 اكس مثلا 2 مثلا ضربهم 2 ماشي، عددين ضربهم 2 ومثلا وهيبقى جمعهم مثلا 3، فنحط هنا مثلا 3. حلو، ضرب عددين حصل ضربهم 2 وجمعهم يدي 3. تيجي حللها انت بقى مع بعض. او في على فكره بالاله، ليها طريقه بالاله في المعادلات، تيجي داخل على الاله ليها مود كده على الاله، لو لقيتها هحطها لك ان شاء الله. اتفقنا؟ ده كده البارت الاولاني، اتمنى يكون بارت خفيف عليك ما فيهوش تقل ولا اي مشاكل معاك. البارت الثاني برضه هبدا لك بحاجه خفيفه اللي هي النسب. تمام؟ وبنعرف النسب منين؟ من العلاقات، يعني بنعرف العلاقه ماشيه ازاي والكلام ده كله. اتمنى ما تملش، حاول تقسم الفيديوهات بتاعتك، هم فيديوهات صغيره ان شاء الله نحاول نخليها كلها في حدود النص ساعه مثلا او ساعه الا تلت بالكتير قوي. تمام؟ فانتظرنا ان شاء الله، تابع معانا الفيديو الجاي باذن الله.